السلام عليكم، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. معاكم دكتور اسامة عرفة، استشاري طب الاطفال وحديث الولادة بورسعيد. وسؤال في العيادة، سؤال النهارده كانت احدى الامهات معاها بيبي حديث ولادة وقلقانة جدا من موجة الحر اللي بدأت بقالها يومين. موجة الحر من الحاجات اللي ممكن تعمل مشاكل جدا لحديث الولادة بالذات. ابطن ممكن الطفل ده توصل حرارته 40. خلي بالكم، في عندنا حاجه اسمها دهيدريتنج فيفر اللي هي الحراره نتيجه نقص سوائل الجسم والحر. لو البيبي حديث الولاده لابس كتير وقاعد في مكان حر، الحراره عنده ممكن توصل 40، وده مش حراره مرضيه هتقيسها 40 هتتخض، ده ولا ميكروب ولا فيروس ولا حاجه، ده عباره عن حراره الجو واللبس بدات تاثر على جسمه. طيب، مطلوب نعمل ايه؟ مطلوب في حديث الولاده بالذات الاقل من 6 شهور ما عندناش نقدر نديله ميه وسوائل كتيره، لكن ممكن بيرضع، يبقى هنزود الرضاعه الطبيعيه، ولو بياخد حاجه صناعي او لبن اضافي هنزود عدد الرضعات، وهنحطه في جو كويس بلبس معقول. اللبس لازم يكون لبس قطني فاتح وخفيف مش تقيل. مش شرط على فكره في حديث الولاده ان انا البسه نص كم، ممكن البسه كم، لكن لازم يكون خفيف وتكون درجه حراره المحيطه للبيبي من 24 ل 25. يعني انا بنتكلم في الرينج اللي هو عشرينات، 20 22 23 24 في الرقم ده. طب عشان احقق ده، لان في بيوت في اماكن يعني قبليه او فوق في اخر دور او ممكن الحراره جوه الغرفه نفسها توصل 30 و35، وفي بعض المحافظات زي الجنوب والاقصر واسوان والكلام ده ممكن الحراره تبقى فوق ال 40 كمان. الحل ايه في الكلام ده؟ شغل تكييف. هل يجوز يعني احنا بنحافظ على حراره الغرفه المحيطه بالطفل. يبقى هزود السوائل في رضعاته، هحاول ما اخرجش بيه خالص من الغرفه واثبت حرارتها، بخلي الحراره في الغرفه ما بين 20 لحد 25، ما تعديش ال 25 على قد ما نقدر يعني. والاطفال اللي فوق 6 شهور دول بقى اللي ممكن اديهم سوائل واديهم ميه واديهم عصاير وكده. خلي بالكم موضوع الميه في الحر مش مفيد قوي زي ما ادي مثلا محلول جفاف. ليه مش مفيد؟ لانك انت بتدي تعوض السوائل ما تعوضش الاملاح. اي طفل او اي حد كبير زي حضراتكم لما بيعرق بيطلع ميه وصوديوم الاملاح كلها. الاملاح دي لازم تريبليسمنت. لو انت قعدت تشرب ميه كتير على الفاضي هتحس بهبوط وتعب، هتعوض السوائل لكن للاسف مش هتعوض الاملاح. فساعات في الناس اللي بتعرق قوي او بتتعرض لحر جامد بنقول لهم كل يوم ممكن تاخد مره محلول جفاف اللي موجود باطعام كتيره دلوقتي في الصيدليات والكلام ده، بيعوض السوائل والاملاح داخل الجسم وبيفوق الطفل. خلاصه الفيديو ده مهم جدا 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 ان احنا نشغل تكييف اذا الجو حر قوي مفيش مشكله، بس في درجه حراره محققه داخل الغرفه اللي هي بتوصل لحوالي من 20 لحد 25 كويس، او ما تعديش ال 25 ماشي. لان ممكن يبقى في مشكله بتاع اللبس يتخفف شويه، الرضاعه تزيد شويه والسوائل تزيد شويه، لان الجو اليومين دول الصراحه زايد زياده عن اللزوم. واي طفل اقل من 6 شهور سخن 40 تاكد الاول من لبسه ومن درجه حراره اللي حواليه ومن الجو حواليه، لان ممكن تكون هو ده اللي مسخنه، مش شرط يكون عيان. اطيب تمنيات لحضراتكم ولاطفالكم بكل صحه.